معلش كنت بعيط هنا بس من الكلام أثر فيا قوي. بيومي فؤاد عايز يعمل ايه؟ عايز يبقى بطل قومي، وبيقول لك بيتشاور مع السعوديين وبيعيط وبيقول لهم انا اسف، وان احنا مش بتوع فلوس. شويه شويه يقول لنا احنا مش بتوع هزار. انتوا فاهمين اللي هو الجو ده بقى؟ بيومي يا فؤاد انت مثال للحقاره للمصريين، انك انت تطلع وتمسك الحديدة وفاكر نفسك بطل قومي وتقف تقول الكلام الخايب اللي انت قلته ده. فن ايه يا بيومي اللي انت بتقدمه؟ سيبك بقى من الموقف ده خالص، واللي بيحصل في فلسطين والمسرحية اللي انت بتقدمها والرقص والكلام ده كله. انت اصلا تمثيلك ايه؟ انت حد تافه قوي، ممثل صدفة مشيت معاك كده بالحظ. فعمر الفن اللي انت كنت بتقدمه ما كان فن. اللي هو انت بقى بتقول ان احنا بنقدم فن وان كنتوا مش بتوع فلوس ومش عايزين فلوس، على جثث الضحايا اللي اسرائيل بتعمله في فلسطين واللي الفلسطينيين فيه، وانت رايح السعودية انت وتوتو عمال ترقص وتغني، ومحمد انور اللي عايز تعمله بطل موقف اللي نقصه انت جيت تكحلها عامتها. كل الناس بقى اللي على الفيسبوك عند بيبو، الغوا بقى متابعتكم من عنده. بيومي فؤاد بقى تبع المقاطعة. بيومي فؤاد ماسك الحديدة فاكر نفسه بطل قومي، وطالع عمال يعيط لهم أوي ويتنحنح لهم. تركي الشيخ فلوسه جميلة، روق عليك هيزودك شوية عشان انت عملت دور بالنسبة له وبالنسبة لهم انت المفروض تاخد عليه اوسكار. انما بالنسبة للمصريين في ده ماشي يا بيبو. عشان كده انت خلاص يعني ان شاء الله دي نهايتك بأمر الله في التمثيل وفي الكلام ده كله. قطعوا بيومي فؤاد، وعشان ده المفروض يتقاطع بعد الفيديو اللي هو قاله ده كمان. خرب الدنيا خالص. باي باي يا بيبو، خلي تركي ينفعك.